السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم حلويات وملحات. كنتمنى دائما تكونوا بالف خير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه عمل خبز كيجي منسم بالزعتر وبزيت الزيتون بطريقه جدا سهله، والاهم انه كيجينا لذيذ وكيجي مفشفش وقطني ورطيطه بزاف. فنمر الان المقادير مع طريقه التحضير، وكنتمنى ينال اعجابكم وفرجه ممتعه. فبالنسبه للمقادير فغادي نحتاج 500 غرام من الدقيق الابيض اللي هو الفورس، مع 250 غرام من دقيق الفينو او دقيق القمح الصلب. غادي نحتاج كذلك معلقه كبيره من الخميره الفوريه، كذلك ممكن تستعملوا الخميره المعجونه، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الملحه، وجوج معلقات صغارين من الزعتر يابس. غادي نحتاجوا كذلك ربع كاس من زيت الزيتون والماء دافي لجمع العجين. ففي اناء ديال العجانه اولا في الكسعه فين كتعجنوا غادي نوضعوا جميع المكونات مع بعضياتها، وداك الزعتر غادي ناخذوه ونحكوا بين يديه واحد شويه باش هكا تيطلق لنا الجهد ديالو كيجينا منسم اكثر. غادي نضيف كذلك داك الربع كاس من زيت الزيتون وغادي نجمع بالماء. هنايا غادي نبدا نعجن وانا تنضيف الماء حتى كنحصلوا على عجينه لينه، ما خصهاش تكون عجينه قاصحه، خصها تكون عجينه مرخوفه وندلكوها مزيان. هذا هو السر باش داك الخبز كيجينا مفشفش وكيجينا طري وهشيش بزاف. فمن بعد ما خليتها انا تعلكات لي هنايا مزيان كيف ما كتلاحظوا راه كتجينا هكا لينه ما كتكونش قاصحه. فصافي غادي ناخذ انا هاد العجينه هادي وغادي نغطيها بالبابي سولوفان او البلاستيك غذائي، وغادي نخليها حتى تخمر. لي هنا بغيتو تسرعوا العمليه ديال الاختمار فغادي ديروا لها تشعلوا الفران على 50 درجه، تحطوا العجينه ديالكم وتخليوها حتى كتخمر. راه بالزربه كتخمر خصوصا مع هذا البرد هذا. فهنايا عندي العجينه بعد ما خمرات وضعف لي الحجم ديالها مزيان، كناخذها وكنحطها فوق طاوله العمل تكون مرشوشه بالدقيق ونقطعها لقطع متساويه مع بعضياتها. انا هنايا درت 9 ديال الكويرات، عفوا تعطيني هاد العجينه هذه 9 ديال الخبيزات. غادي ناخذهم ونكورهم ونوضعهم في واحد الصحن هكا مرشوش بالدقيق، وغادي نخليوهم يرتاحوا تقريبا واحد 5 ديال الدقائق غير باش من بعد فين نجيو نقرصوهم تيجيونا ساهلين وتيعطيونا الضوء. فكنبدا كنقرص داك الخبيزات ديالي بعد ما ارتاحوا، ما خصناش نقرصوهم بزاف باش من بعد ما يجيوناش رقيقين كيف ما كتلاحظوا بهذا السمك هذا. تنقرصوهم وكنخليوهم شويش غلاضين، يعني ما يكونوش غلاضين بزاف ما يكونوش رقاقين بزاف. فصافي كنبدا كنكمل في التكراس ديال الخبيزات وكنديرهم في لاطا كتكون فرشه بابي سولفوريزي ولا تكون هكا راشينها بشويش ديال الدقيق صافي. وغادي نخليوهم يخمروا. من بعد ما غادي يخمروا غادي ناخذ هنايا انا واحد الاناء غادي ندير فيه شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه غير قبيصه صغيره والقليل من الزعتر. هنايا ما بغيتوش ديروا هذه العمليه هذه فممكن فين تكونوا تقرصوهم غير في السميده وتكتفيوا بها. فانا عجبتني هذه الفكره هذه هكا ديال كندهنوهم بالزيت، فغادي ندهنوهم بالزيت هكا من السما بداك الزعتر مع طريقه ديال الملحه. من بعد ما يخمروا لي بطبيعه الحال صافي وغادي نسخن الفران ديالي. انا كنت مسخناه على 250 درجه. غادي نخلي ندخل داك الخبيزات يطيبوا حتى كيتحمروا لنا من التحت ومن الفوق صافي وتنخرجوهم. وهادو بعد ما طابوا لي داك الخبيزات وتحمروا انا في الاول وضعتهم من التحت باش خداو لي اللون من التحت، عاد طلعتهم للفوق باش زادوا تحمروا لي صافي. وهادو هما الخبيزات بعد ما ساليتهم راهم تيجيو فنين كيجيو هشاشين. غير هي حاجه وحده فين تنخرجهم انا في الفران من الفران كنغطيهم بواحد المنديل باش هكا كيحافظوا لي على الرطوبه ديالهم ما تيقصاحوش. من بعد ما كيبردوا عاد كنجمعهم في النيدل وكنديرهم في واحد البلاستيكه باش هكا كيبقاو رطيبين. فكيف ما لاحظتوا راه كيجيو رطيبين بزاف كيجيو هشاش زوينين. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديال نهار اليوم ديروا جيم، تخليوا لي تعليقاتكم وتشتركوا كذلك بالقناه باش توصلوا دائما بجديد الوصفات وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم. شكرا على حسن المتابعه، السلام عليكم.